في كلمتين واقفين في زوري، عايز اقول كلمتين بس لمقدمين المحتوى الرياضي. بقول لك يا حبيبي انت وهو، انت مش حامي حمى النادي. والله العظيم انت محامي حمى النادي، يعني لما حد يطلع يغلط في النادي انت ترد عليه اذا كان اهلاوي ولا زملكاوي. انت بتقدم محتوى رياضي علشان نفسك انت، مش عشان النادي. والله كل واحد فينا بيقدم محتوى رياضي عشان نفسه، عشان يطلع ترند، عشان يبقى كويس. انما انت تطلع تعمل حامي حمى النادي عشان الناس تقول لك ده انت اللي كويس وانت اللي مفيش منك اتنين. لا يا حبيبي، انسى الكلام ده. تعال اقول لك كمان ان انت بطل كده تعمل فيديوهات 3 4 اسابيع هتلاقي نفسك اختفيت، والنادي مش هيقع يعني من بعدك. اذا كان النادي ما بيقفش على لاعب ولا اتنين، ما بيقفش على رئيس نادي، هيقف عليك انت حزين يا اللي مالكش اي 30 لازمه، يا اللي بتطلع تعمل فيديوهات 20 30 100,000 200,000 بيتفرجوا عليك، وكل دول ما لهمش برضه راي. كل دول بيتفرج على كوره. فسيبك بقى من الحزق اللي انت بتعمله، وسيبك من القرف اللي انت بتعمله ده، وخليك في نفسك. ما تطلعش تتكلم على حد ولا تجيب سيره حد. خليك في ناديك. حد يغلط في النادي مالكش دعوه بيه، تمام؟ اطلع رد عليه بادب، ما تطلعش تغلط فيه، لان هو ما غلطش فيك انت شخصيا عشان تطلع تغلط فيه. يا ريت الرساله تكون وسط. وسيبوكوا بقى من الهبل اللي انتوا بتعملوه بقى، وسيبوكوا من الرد على بعض، وانتوا اصلا كلكم عايزين تطلعوا ترند على قفا بعض. فاهمين ولا ايه؟ والنادي مش هيقف من بعدك يا حبيبي. النادي مش هيتقفل لما انت تبطل ان انت تدافع عليه. بس كده. يلا سلام.